تخيل تبقى عايش لوحدك في جزيرة مهجورة، محدش يعرف عنك حاجة، وفجأة كل أجهزة الدولة تبدأ تدور عليك، مش علشان انت مجرم لكن علشان انت أخطر واحد كانوا بيشتغلوا معاه. القصة بتبدأ في منارة قديمة على جزيرة صغيرة في اسكتلندا، وهنا عايش بطلنا مايكل مانسون، راجل منعزل تماما عن العالم، لا بيخرج ولا بيكلم حد وعايش لوحده حرفيا. كل أسبوع بيجيله تموين عشان يعيش، واللي بيجيبهوله راجل ساعات بيبعت بنت أخته الصغيرة جيسي تساعده. جيسي بتحاول تكلمه دايما وتسيب له هدايا، بس هو ولا هنا بيتجاهلها تماما وكأنه مش شايفها أصلا. روتينه اليومي بسيط وغريب، بيقعد مع كلبه الوفي وبيلعب شطرنج لوحده وكأنه متعود يعيش مع نفسه. بس في يوم جيسي بتجيله زي كل مرة، بس المرة دي بتنفجر فيه وبتقول له هو أنت حتى مش بتقول شكرا؟ بيرد عليها ببرود قاتل وبيقول لها ما تجيش تاني، وبيقفل الباب في وشها. البنت بتتعصب وبتسأله أنت أصلا بتعمل إيه هنا والمنارة دي مش شغالة؟ بس هو ولا كأنه سامعها، فبتسيبه وبتمشي مع عمها ناحية المركب. وفجأة الجو بيتقلب 180 درجة، عاصفة مرعبة بتضرب البحر والموج بيقلب المركب. جيسي بتغرق وبتصارع الموت. ميسون بيشوف اللي بيحصل من الشباك، ومن غير ما يفكر لحظة بيجري على مركبة وبينزل البحر. بعد صراع صعب مع الموج بيوصل لجيسي، بس عمها كان خلاص انتهى. بينقذها وبيطلعها المركب وبيبدأ يرجع لها النفس. تاني يوم يكتشف ان رجلها متصابة إصابة خطيرة، بيعالجها على قد ما يقدر. جيسي أول ما بتصحى بتسأله عن عمها، بيقول لها انه مات، فبتنهار. بعدها بتقول له عايزة تمشي، فبيقول لها الحقيقة الصادمة، أهلها ماتوا وعمها كان آخر حد ليها. بتتفاجئ انه عارف كل ده، فبيقول لها انه كان صاحب عمها وكانوا في البحرية مع بعض. في يوم وهو مش موجود، جيسي بتاخد سكينة وبتحطها معاه للحماية. بالليل بتصحى من كابوس وبتصرخ، ميسون بيجري عليها، فبتفتكر انه هيأذيها وبتهدده بالسكينة، بس هو بيهديها وبيعلمها تمسك السكينة صح لو احتاجت تدافع عن نفسها. الايام بتعدي والعلاقة بينهم بتبدأ تقوى، وبيبقى زي اب ليها. بتحب الكلب جدا وبتسميه جاك، وبتبدأ تلعب معاه وبتضحك، حتى بتلعب شطرنج مع ميسون وبتطلع خصم تقيل. لكن المشكلة جرح رجلها مش بيخف بل بيسوء. بتقول له محتاجين نروح مستشفى، بيرفض جدا بدون سبب واضح. بيقرر يسافر المدينة يجيب علاج. في المدينة بيتحرك بحذر جدا، مغطي وشه وبيهرب من الكاميرات. وهنا بنروح لمشهد تاني في لندن، مسؤولين بيحققوا مع راجل اسمه مانيفورد اللي عمل نظام ذكاء اصطناعي اسمه سيا. النظام ده بيراقب الناس بالكاميرات وبيتنصت على المكالمات، ورغم انه بيقول انه منع هجمات ارهابية الحكومة عايزة توقفه. بنرجع لميسون وهو في الشارع بيتصور بالغلط في فيديوهات بنات على السوشيال ميديا. الصورة بتوصل للنظام وبيتعرف عليه فورا، وبيتصنف على انه ارهابي فجر سفارة بريطانيا في الجزائر. رئيسة MI6 المخابرات البريطانية روبرتا بتؤمر فورا بارسال قوات للقبض عليه. بنرجع للجزيرة، ميسون بيرجع وبيكمل علاج جيسي وبيديها هدوم جديدة تفرح بيها. بالليل بيسمع صوت غريب، بيبص بيلاقي قوارب مليانة قوات مسلحة جاية عليه، وهنا بتبدأ المعركة. ميسون كان مجهز فخاخ حوالين المكان، اول ما بيوصلوا بيفجرهم والباقي بيقع في الفخاخ القاتلة اللي هو عاملها. لكن واحد قدر يسيبه، وفي نفس الوقت واحد من الجنود بيدخل البيت والكلب جاك بيحاول يدافع فبيقتله، وجيسي بيتم خطفها. ميسون رغم اصابته بيقاتل وبينقذها وبيقول لها لازم يهربوا فورا. هي بتنهار بسبب موت جاك، بس بيركبوا المركب وبيهربوا. ومن هنا كل حاجه بتتصاعد. في مقر MI6 روبرتا واقفه مذهوله، كل القوه اللي بعتتها اتصفت على ايد راجل واحد. ساعتها بتدرك ان ده مش مجرم عادي، ده حاجه اخطر بكتير، فبتقرر تبعت اخطر عميل عندهم، راجل محدش يعرف اسمه الحقيقي، لقبه بس وركمان. وفي نفس الوقت بتؤمر فريقها يجيب كل حاجه عن جيسي. على الناحيه التانيه ميسون وجيسي بيوصلوا المزرعه، بيديها مسدس وبيعلمها بسرعه تستخدمه، وبيدخل يدور على علاج. لكن طفل بيشوفه، وبعدها ابوه بيدخل شايل سلاح وبيهدده. وفجاه جيسي بترفع المسدس على الراجل وبتترجاه يساعد ميسون. في نفس اللحظه MI6 بيسمعوا مكالمه من الطفل بيبلغ عن وجود غرباء. واحد من العملاء بيكتشف حاجه صادمه جدا، ميسون مش ارهابي، حد لفق له التهمه. والمفاجاه الاكبر ان سجلاته الاصليه اتمسحت. روبرتا بتفهم الحقيقه، ميسون كان عميل نخبه في MI6 نفسها. لكن السؤال ليه بيهرب منهم؟ في نفس الوقت مانيفورت بيبعت امر سري لوركمان اقتل ميسون والبنت بدون اي اثر. بنرجع للمزرعه، الاب بيعالج ميسون بس الطفل بلغ الشرطه. ميسون بيفهم وبيأمرهم يستخبوا. الشرطه بتحاصر المكان، لكن فجاه وركمان بيظهر من بعيد وبيضرب الاب بقناصه وبيقتل كمان شويه من الشرطه. المكان بيتحول لفوضى كامله. ميسون بيتعامل بسرعه، بياخد سلاح الشرطه وبيسرق عربيه وبيهرب، لكن وركمان بيكون وراه وبيضرب عليه نار بشكل جنوني. ميسون بيعمل مناوره خطيره وبيخبط عربيته وبيبعد عنه. روبرتا بتواجه مانيفورت وبتقول له مين ميسون، فبيقول لها زمان عمل وحده سريه اسمها بلاك كيتي، وميسون كان افضل واحد فيها، بينفذ اي مهمه مهما كانت مستحيله. في يوم طلب منه يقتل مسؤول اجنبي، لكن ميسون رفض واختفى، ومن ساعتها اعتبروه خاين. لكن روبرتا بتشك وبتحقق بنفسها وبتكتشف الحقيقه، الشخص ده كان عالم ايراني بيساعد MI6 في السر، ومانيفورت طلب قتله علشان يغطي على نفسه. ميسون اختار ضميره وساب المهمه، ومن هنا اتحول لمطارد. بعد كده بيوصلوا لكنيسه وبيقابلوا صديق قديم اسمه ارثر، راجل كان شغال
شغال على نظام سيا وبيقول ان هو اللي غير هوية ميسون زمان، لكن حد كشفه ولفق له تهمة الارهاب. ميسون بيقرر يواجه مانيفورت بنفسه وبيطلب من ارثر يهتم بجيسي، لكن ارثر بيرفض لانه عنده سرطان ومش فاضل له وقت. ميسون بيضطر يتواصل مع واحد اسمه كمال مجرم كبير علشان يهرب جيسي بره البلد، واثناء تجهيزهم بيحس ان في حد موجود، وفجأة كمان بيظهر ومواجهة مباشرة بينهم اتنين بنفس القوة والتدريب، لكن ميسون بيسيبه وبيهرب مع جيسي وارثر. بعد شوية بيفترقوا. جيسي بتسأله ليه مش هيفضل معاها، بيقول لها طول ما الراجل ده عايش انت مش بأمان معايا. بيروح يقابل كمال بيرفض يساعده، بس ميسون بيهدده، عارف كل شغله في تجارة البشر، وبيقول له الشرطة جاية كمان 10 دقايق. كمال بيوافق وبيجيب باسبور جديد لجيسي زائد 200 ألف يورو. بيقول لهم يروحوا المينا وفي مركب هتهربها لأسبانيا، لكن فجأة الشرطة بتقتحم المكان وفوضى بتضرب المكان، كمان بيوصل وبيبدأ يضرب في الكل حتى الشرطة. ميسون بيقاتل بجنون وبيحاول يحمي جيسي، لكن وسط الضرب واحد بيخطفها. ميسون بيتصل بأرثر اللي بيستخدم الكاميرات وبيحدد مكانها. ميسون بيطاردهم وبيقتلهم كلهم وبينقذها. بيهربوا بموتوسيكل كمان وراهم. بيوصلوا المينا. ميسون بيقول لجيسي تركب المركب، هي بتبكي، انت اخر حد ليا، لكن بيقول لها العالم بتاعي كله خطر ما ينفعش تعيشي فيه، وبيودعها. وفجأة كمان بيظهر قتال نهائي بينهم من غير رصاص، ضرب بايديهم بس، وفي الاخر ميسون بيقدر يقتله. بعد كده بيروح لمانيفورت بنفسه بيحاول يقنعه يرجع، لكن ميسون بيرفض وبيقتله. بعد 3 شهور جيسي عايشه في اسبانيا حياه طبيعيه، روبرتا بتراقبها مستنيه ميسون يظهر، لكن فجاه الكاميرا بتتعطل وبيجي ويتر بيدي جيسي علبه صغيره، بتفتحها بتلاقي قطعه شطرنج، بتبتسم وبتفهم انه لسه عايش. وفي اخر مشهد ميسون واقف بعيد بيراقبها من غير ما حد يشوفه وبيبتسم بهدوء. وهنا بنوصل للنهايه. رغم كل اللي حصل ميسون اختار يفضل بعيد، يمكن علشان يحميها او يمكن علشان هو خلاص اتعود يعيش لوحده. شكرا انك كملت الفيديو للاخر، ولو بتحب النوع ده من الافلام ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس علشان توصلك كل الحكايات الجديدة اول باول. سلام.